الله النهارده معانا بقى فنان بجد. ولو تلاحظوا من اول ما بدأنا ودخلنا النهارده الشارع هو شغال على النول وعمال يعني يروح ويجي مع الموسيقى وفرحان جدا جدا. النهارده بقى خلونا نرحب بفنان مصري اصيل بيعمل صنعة مهمة جدا وكلها فن وكلها الوان. وخلونا كده نرحب ترحيب خاص جدا بفنان الكليم استاذ مجدي المزين. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. شرفني ونورني. الله يخليك. والف سلامه وتحيه لاهل كفر الشيخ. الله انت جاينا يسلمك. مخصوص الله النهارده. يسلمك طبعا. انت منين في كفر الشيخ؟ فوة. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. كلمني عن صناعه الكليم. صناعة الكليم اليدوي دي صناعة مهمة جدا، اشتهرت في زمن الستينات بالتصدير لدول روسيا. زي روسيا و بلاد كتيره. بلاد كتير، البلاد اللي هي فيها البرد، ومن المانيا، البلاد اللي فيها سويسرا. البرد. ده لان انتوا بتعملوها كلها بتصنعوها من الصوف. الصوف اليدوي، الصوف الطبيعي الخالص 100%. اوكي، طب ايه ده؟ ايه الجهاز ده؟ ده النول اليدوي اللي احنا بنشتغل عليه من قديم الازل. ده من 200 سنه مثلا او 300 سنه شكله بس يعني لا، احنا غيرنا عليه حاجات بسيطه كده. اوكي تمام. أوكي. بس انما هو المضمون واحد يعني. طيب انا لان شايف ده يعني ده النول بندرب عليه وحاجات كده. بتدربوا عليه. ده مش الاساسي يعني؟ لا يعني ده بتاع التدريب، عشان كده جايبوا لي النهارده عشان انا اتدرب عليه. طيب ايه كميه الخيوط دي وهل ليها عدد معين؟ لها عدد على حسب عدد فتحات المشط اللي هو المشط اللي بنسميه العده بلغه اللي هي بيتحرك الكليم. ده. اوكي. دي اللي هي العده او المشط. بيبقى على حسب العدد الفتحات دي وحسب عرض السجاده اللي هنشتغلها. يعني السجاده على الارض دي النول اللي بتتعمل عليه قد ده مرتين. صح كده؟ اللي على الارض. اوكي. دي مترين يعني لا 3 مرات مثلا. فعايزه نول اكبر بكتير. طيب 3 مرات. انت هنا بقى ازاي بتجمع الالوان كده؟ اشتغل كده وريني بعد اذنك. بندخل كده بين الخيوط وبعضيها. تمام. لازم نعمل احنا كده. ايه اللي بتعمله في الارض؟ ايه اللي في الارض ده؟ ايه اللي دي الدواسات بلغه المهنه. انا هسيب بقى الورقه والقلم عشان عايز تمام. اوكي. بلغه المهنه الدواسات او البدال يعني. بتبدل. ده بنبدل، بنفتح الخيوط عشان تعشق الالوان بالظبط. عشان إيه؟ لا عشان ندخل الصوفه ما بين الخيوط وبعضها. اوكي. طب كده مره وكده مره. وريني. اوكي. بعدين تروح اوكي كده احنا بدلنا طبعا دخلنا كده في الايه كده، ومره من اليمين ومره من الشمال. بالظبط كده. لازم نرفع ده ليه؟ عشان احنا نغذي بيها القماشه فتبقى تقيله. فتبقى تقيله. كل ما بترفع ده التكسيره، بنسميها التكسيره. ده الصوف المصري بتاعنا. ده الصوف المصري الخالص 100%. انا شايف احنا بنستورد حاجات ليه؟ ما دام عندنا صناعات زي دي بنستورد من بره حاجات ليه؟ كمان في الغرب بيحبوها جدا طبعا. صناعه الكليم. طب انا عايز اجرب. اتفضل. مش هبوظ. اتفضل. لا تحت امرك. بقى زعقني. تحت امرك. ايه ابتدي؟ ايه اعمل ايه؟ قول. دلوقتي واقفين هنا. يبقى احنا هنبدل على ده. احط ايوه على ده. اوكي اهو. وبعدين اعمل ايه؟ بعدين اودي ده كده. احط دي بين الخيوط هنا اهو. صح؟ ممكن لو سمحت عايزك تمسك كده. كده. واروح حادفها. والناحيه الثانيه لازم تحط ايدك الثانيه هنا. والله ما وصلتش. معلش تعمل كده بقى. ما وصلتش نعمل كده. هنزل بايدي كده، نسيب دي كده. بعدين اتفضل. اعمل ايدي دي كده. اوكي. وبعدين بدل على الناحيه الثانيه بنفس الرجل. اوكي اهو. سيبه بقى، سيبه. هتدق بقى كده بده بالمشط. ايوه ماشي. شد كمان. ايوه احنا ممكن بكل السلاسل كده. وبعدين تروح جايب دي وعامل كده اهو. ده بنزود بيها الدقه بتاعت القطعه شويه. تمام. حلو قوي. طب انا عايز اسال سؤال. اتفضل. السجاده اللي عندي على الارض هنا اللي حاطينها بره على الشارع دي بتاخد منك وقت قد ايه عشان تتعمل؟ دي تقريبا 6 ايام اسبوع تقريبا. 6 ايام اسبوع. طب وحاجه بالحجم ده؟ حاجه بالحجم ده يوم ونص. كل الحاجات دي انا بتدرس على حسب التصميم. يعني مش تديش تصميم معقد جدا وتقول لي انا عايز دي في يوم، انت قلت لي في يوم. لا، حسب التصميم. لا، في حاجات ساعات بيبقى فيها نخل وزرع نخل وزرع. ده نوعيه ثانيه من الكليم اسمها معلقات او جبلان اللي بتتحط على الحيطه. بتتحط على الحيطه. صح كده؟ طيب الحاجات دي انت بتسوقها ازاي؟ دي انا بسوقها من خلال اشتراكي في المعارض الخارجيه. اشتركت في معرض هانوفر في المانيا، ديموتكس، اكبر معرض للمفروشات. ميزون اوبجي في فرنسا، باريس. لما الحاجات دي بتطلع بره الناس بتتعامل معاها ازاي؟ عندنا في مصر احنا عندنا عقده الخواجه
والمصريين بيحبوا الحاجات المستورده، ودي حاجه يعني مش لطيفه بالنسبه لي. عشان تمام. كده انا عامل الفقره دي عندنا عشان نحبب المصريين في الصناعات المصريه الاصيله القديمه. المصريين عندنا لو عايزين يشتروا حاجات زي دي يعملوا ايه؟ المصريين لو عايزين يشتروا حاجات زي دي، طبعا احنا بنشترك من خلال مركز تحديث الصناعه اللي ساعدنا كتير في الفتره في السنين اللي فاتت. بيعمل لنا معرض فيرنكس من كل سنه، ده بيبقى في قاعه المؤتمرات اللي هو كرييتيف ايجيبت. لا دي حاجه ودي حاجه، ده معرض سنوي. في حاجه دلوقتي عاملها لنا معرض دائم، دي اعظم اختراع حصل من الحكومه مركز تحديث الصناعه. كرييتيف ايجيبت بيسوق لنا بشكل دائم، ودي حاجه بصراحه احنا بنشكرهم عليها، حاجه جميله جدا. اوكي طيب، الحاجات دي مش هنقول اسعار، تمام. غاليه؟ يعني لو في دلوقتي عروسه وعريس تمام. وعايزين يفرشوا بيتهم كله كلين زي ده، بدل ما ينزلوا يجيبوا الحاجات الشغل المكن والكلام ده، تمام. ده صوف طبيعي ويدوي، صوف طبيعي غير ضرب الصحه، غير ضرب الصحه. طبعا. اسال اي دكتور في مساله الصدر يقول لك إيه، انت فيها تعبان، عندك اطفال تعبانين، انت فارش حاجه ميكانيكيه، صح. شيلها وحط حاجات طبيعيه طبيعية. يدويه طبيعيه، مش لازم يدويه، المهم انها تكون طبيعيه. اوكي، فيقدروا يجهزوا، لان يقدروا بتبقى طبعا، الميزانيه محدوده الى حد ما. يقدروا طبعا، فهيقدروا ده في متناول الجميع. اوكي، لانه حاجه يعني ايه، مش تكلفتها مش عاليه زي السجاد اليدوي. انا شايف هنا دي سجاد العقده، دي كارتله الالوان دي بتاعتك، كارتله الالوان اللي مشتغل بيها، ودي بقى الارقام بتاعت كل دي لون. مرقمه بتتعرض زي ما هي كده في المعارض بره وفي مصر. اوكي، بيجي الزبون بيحتاج يعمل ديزاين معين، بيقول لك انا عايز الديزاين ده بالالوان رقم 315 مع 301، الحته دي رقم كذا والحته دي فتعمله رقم كذا بالحاجه بالمقاس كذا كذا أيوة. كذا كذا. يعني بالطلب بالظبط كده. اوكي بالظبط. حاجتك حلوه جدا، وكمل شوف دي هتقعد وقت قد ايه عشان تخلصها؟ دي تاخد وقت قد ايه؟ على اخر اليوم تكون خالصه يعني ان شاء الله. النهارده هتقعد معانا لغايه ما تخلص؟ قاعدين. مش هسيبك لغايه ما تخلصها. انا بشكرك ونتمنى دايما الازدهار للصناعات المصريه القديمه يا رب. والحاجات مش عايزين الحاجات دي تندثر. لا طبعا، وهنشجعكم، لا وهتبقوا طبعا. معانا دايما هنا في شارع شريف. احنا ينقصنا تشجيعكم، وكمان الحكومه برضو تقف معانا شويه. احنا والحكومه نقف مع كل الصناعات المصريه الاصيله. طبعا. بشكرك، وميرسي ان انت النهارده نورت ورشتك النهارده في شارع شريف. انا متشكر خالص، شكرا ليك يا عظيم، اشكرك. خلينا نشوف فاصل، وبعد الفاصل انا هرجع لكم فاشن شو، عرض ازياء ملابس مصريه اصيله جدا مع الفنانه ومصممه الازياء دكتوره شهيره فوزي. خليكم معانا لو سمحتوا.